صباحكم ورد. مليتوا من الريوق اليومي اللي معتادين عليه، اللي هو يا إما بيض أو جبن أو قشطة أو لبنة إلى آخره. اليوم سويت لكم عجة بالبيض والخضار، وصفة كلش طيبة ومفيدة وتنفع ريوق وتنفع عشاء. ريوق بالعراقي يعني فطور. خليكم وياي نشوف طريقة العمل. نبدي بطريقة العمل. أول شي نضيف البيض، طبعا حسب الكمية اللي انتو تردوها، معدنوس مثروم ناعم، بصل أخضر واستخدمت الجزء الأبيض والأخضر، جزر مبروش، ورشة فلفل أسود، ورشة ملح. أخلط المواد كلها مع بعضها. أتصور بعد يمكن حضيف بيضة، أحتاج بعد بيضة، وهذا شكلها بعد ما خلطتها. بطاوة خليت زيت وأضيف لها العجة طبعا، وأساوي الأطراف وأغطيها وأخليها على نار كلش هادئة حتى تستوي على راحتها، ومن تستوي أقلبها على الجهة الثانية. بين ما تستوي العجة قطعت طماطة قطع صغار وضفت لها زيت زيتون، هذا راح ينوكل ويا العجة. استوت عندي جهة وقلبتها على الجهة الثانية، وهم أغطيها لحد ما الجهة الثانية هم تستوي على راحتها. وصارت العجة جاهزة. طبق صحي وسهل، وهمنا شوية تغيير عن اللي احنا معتادين عليه. هسه راح أقطعه وأراويكم شكلها من الداخل. وهذا شكلها من الداخل، بالله مو جنها كيك ولا عبالك عجة. وناكل وياها الطماطة اللي سويتها بالزيت، وفوقها عصرة ليمون. يامي يامي، شقد طيبة. طبعا أنا ما راح أقدر أكلها لأنه أنا ما أكل البيض، بس أهلي كلش يحبوها، فأكيد يعني طيبة. وأتمنى أنه تجربوها وإن شاء الله تعجبكم. وبالنهاية إذا عجبتكم الوصفة لا تنسون الاشتراك بالقناة ولايك وشير للفيديو، وألف عافية مقدما.